الطفلة دي وحكايتها كفيل يخليك لا تثق في قريب ولا حبيب ولا حتى غريب الفترة الجاية. يا ترى ايه حكاية الطفل لميس؟ ده اللي هنحكيه في الفيديو ده، وصدق او لا تصدق مع الصحفي احمد الجدعي. شفنا فيديوهات كتير لأم بتبكي بالدموع عن فقدان بنتها، وهي مصدومة ان السبب في اللي حصل ليها مرات عمها. ايه القصة بقى؟ ان الطفلة لميس عمرها 4 سنين ولابسة حلق دهب. مرات عمها طمعت في الحلق بتاعها، فقررت انها تنهي حياتها وتحطها في شوال جوه كرتونة وتعينهم في البلكونة بتاعتها، ونزلت تدور مع الأم والأب وكمان جوزها عن البنت المفقودة، لحد ما الأمن فك لغز جريمة عزبة إبراهيم بالدقهلية لما فتش شقة العم ولقى الابنة أو الطفل لميس جوه الكرتونة والشكارة. وعرفوا بعد كده إن مرات عمها قررت إنها تنهي حياتها عشان تاخد حلقها وتسد دين لأبوها، وسط صدمة من الجميع بسبب اللي حصل. خلوا بالكم من عيالكم ولا تثقوا في أي حد اليومين دول.